السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. انا سمر من مطبخ وصفات سمر حسين، ودي قناتي. لو لسه مش مشتركة في القناة انزلي واشتركي في القناة وفعلي زر الجرس علشان يوصلك مني كل جديد. وطبعا ما ننساش الدعاء لأهلنا في غزة، ربنا يا رب ينصرهم نصرا يتعجب من وائل السماوات والأرض. النهارده جايبه لكم وصفة هتعجبكم جدا، فراخ مقرمشة من بره وكمان طرية من جوه بطعم كنتاكي، ولكن مش هنشتريها منهم. في ظل المقاطعة قررنا نقول لأكلهم لأ، كمان هنعمل أحلى بديل في البيت بمكونات على قد الإيد وطعم يخلينا فخورين إن احنا بنطبخ بإيدينا. بس أهم حاجة تتابعي الفيديو للنهاية علشان كل الخطوات اللي تطلع معاكي الفراخ بطعم كنتاكي وكمان تطلع بالقرمشة اللي انتوا شايفينها في الفيديو دي. لازم تتبعي معايا الخطوات للنهاية، ما تفوتوش ولا ثانية في الفيديو. أول حاجة هنبدأ بيها وهو تقطيع الفراخ. طبعا أنا عندي هنا الفرخ، طبعا المقاس بتاع الفراخ ده حاجة ترجع لكم انتوا بس، ولكن يفضل إن الفراخ ما تكونش صغيرة. أنا عندي الفرخة هنا هقسمها على 8 قطع لأن الفرخة عندي كبيرة، أو ممكن تخلي بتاع الفراخ يقطعها لك على 8 قطع، أو تشوفي طريقة التقطيع بتاعة الفيديو. أول حاجة عندي بشيل السلسلة بتاعة الظهر بتاعة الفراخ، أنا بقلب الفرخة بالشكل ده وابتدي من النص بالسكين واحاول اطلع سلسلة الظهر اللي بتبقى في الفراخ من ورا. طبعا انت لو عندك المقص بتاع الفراخ هيسهل عليكي كتير. حاولي تبتدي كده تفرغي الفرخة بالشكل ده وتطلعيها. طبعا الهياكل دي انت ممكن تستخدميها مثلا لو انت عايزة منها شوربة. هبتدي هنا اقسم الفرخة من النص بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وكل جزء من الفراخ انا هقسمه على 2. عندي هنا هبتدي اطلع الورك بتاع الفرخة بالشكل ده وهقسم الصدر عندي على 2. تمام، شايفين انا كده بقسم. هبتدي الاول افرغ الكتف بتاع الفرخة، يعني انا شايفين عند الكتف وابتديت اشيل الجوانح بتاعة الفراخ. طبعا الجوانح احنا مش هنرميها ولا هنركنها، احنا بس هنشيل الجزء ده اللي بتبقى موجودة فيه الزفارة بتاعة الفراخ. تمام، وهيفضل عندي الكتف بتاع الفرخة وباقي الجناح. تمام، ده كمان بيبقى طعمه حلو جدا يا جماعة مع الخلطة. هنقسم هنا بقى صدر الفرخة، لو صدر الفرخة كبير ممكن تقسميه على 3 قطع، أنا هنا قسمته على 2. بعد كده شايفين ادي بالحجم كده. وبعد كده عندي الورك برضو هفصل الدبوسة عن الجزء ده، هبتدي اقطعه كويس، وطبعا ناخد بالنا في التقطيع يا جماعة عشان محدش يتعور. وبعد كده هبتدي اخلص كل التقطيع اللي موجود معايا. شايفين الدبوس هنا بتاع الفراخ، انا هديله نغزتين كده بالسكينة علشان خاطر التتبيلة تدخل جوه الفراخ. وكمان بيبقى في الصدر برضو، وكل الفراخ هديها نغزات كده علشان التتبيلة اللي احنا هنتبل بيها الفراخ تدخل جوه الفراخ. بعد كده هنغسل الفراخ كويس جدا بملح وخل ودقيق، نطلع منها كل الزفارة وننضفها كويس، وبعد كده نستخدمها. التوابل اللي هستخدمها هنا عندي ملح وبابريكا وفلفل وتوابل فراخ ومرقة فراخ، وعندي معلقة كبيرة من الصلصة ومعلقة كبيرة من الكاتشب، وعندي هنا علبة زبادي صغيرة، تقدري ممكن يعني تستخدمي أكتر من كده. وعندي كمان معلقة كبيرة من الخل ومعلقة كبيرة من الليمون. هنتبل كل الكلام ده في الفراخ وهنسيبه. يفضل دايما أي تتبيلة نسيبها من بالليل، لكن أنا هنا كنت مستعجلة عليها فهنا سبتها ساعتين بس. لكن كل ما بتسيبي الفراخ أكتر من كده بيديكي نتيجة أفضل، وكمان بيديكي سوى أحلى من كده، لأن التتبيلة بتشربها جدا والخل والليمون بيطروا اللحم بتاع الفراخ. عندي هنا معلقة من الخردل أو اللي هي المستردة. وبعد كده هابتدي أقلِّب كل المكونات دي. تقدروا يا جماعة تلبسوا gloves أو تلبسوا أي حاجة في إيديكم، بس أنا فعلًا مش باعرف أشتغل وفي حاجة في إيدي. هنقلِّب كل المكونات دي ونغلِّف بيها الفراخ، وبعد كده هنغطي الفراخ بكيس تلاجة وندخّلها التلاجة. نسيبها، طبعًا أنا قُلت لكم إن أنا كنت مستعجلة عليها فسِبتها ساعتين، بس الأفضل إن أنتِ تسيبيها في التلاجة ليلة كاملة. تعالي بقى نحضّر الطبقة الخارجية. بعد كده هنبدأ بتغطية الطبقة الخارجية للفراخ. عندي كوبايتين من الدقيق ونفس التوابل اللي تبّلت بيها الفراخ هاتبّل بيها الدقيق. طبعًا أنا هاكتب لكم التوابل دي في صندوق الوصف. ومعلومة عايزة أأكد بيها يا جماعة، إحنا مش هنستخدم baking powder، لأ. هنا عندي نُص كوباية من النشا، يبقى ما عندي كوبايتين من الدقيق ونُص كوباية من النشا ونفس التوابل اللي تبّلنا بيها الفراخ هنتبّل بيها الدقيق. هنقلّب كل المكونات دي وبعد كده
هنحضّر المَيّة اللي إحنا هنستخدمها، ودي السر بتاع مطاعم كنتاكي، هُم مش بيعملوا أي عجينة ولا أي حاجة، هُم بيتبّلوها، ودي التتبيلة دي كل المطاعم بتستخدمها. عندي هنا حوالي 4 كوبايات من المَيّة، عليهم نفس التوابل اللي إحنا بنغطّي بيها اللي غطّينا بيها الفراخ واللي غطّينا بيها الدقيق، هنستخدمها برضه في المَيّة، ودي بتدّي نكهة حلوة جدًا للفراخ، بتبقى الفراخ شاربة من التتبيلة وبتبقى الcover الخارجي نفس الطعم بتاع الفراخ، فبيبقى كلّها ما شاء الله الطعم حلو جدًا. نيجي بقى للمرحلة ودي مرحلة مهمة جدًا، الفراخ أنا مش يا دوب بالمّسها الدقيق، لأ ده أنا بامسك الدقيق واغلّف بيها الفراخ بالشكل ده، وأي يعني أي جزء بيبقى مش موجود فيه دقيق أنا باحاول أغلّفه بالدقيق. بعد كده هانزل مرّتين كده في المَيّة اللي إحنا حضّرناها مع بعض، وهارجع بيها تاني على الدقيق، وابتدي أغلّف، وده الcover الخارجي بيبقى متماسك جدًا، الcover اللي عليه مش بيخرج. تمام، هابتدي أغلِّف كويس جدًا بالدقيق، وبعد كده هانفضها كويس عشان تدّيني الشكل بتاع فراخ كنتاكي اللي إحنا بنشوفها. بعد ما بنخلّص خالص لازم ننفضها كويس جدًا علشان تدّينا التعريجة اللي أنتم شايفينها دي، وده الشكل اللي إحنا بنشوفه. طبعًا أنتِ تقدري تشيلي الفراخ بالشكل ده وتشيليها في الفريزر عادي وتستخدميها في أي يوم، يعني ممكن تقدري تجهّزيها وتخلّيها جاهزة على التحمير، بنحطها في علب وبعد كده بندخّلها في الفريزر. نيجي بقى للمرحلة بتاعة التسوية، أهم حاجة الزيت يكون غزير جدًا، هي معلش يا جماعة الوصفة تبقى مكلفة وممكن نعملها مرة واحدة بس في الشهر، نفرّح بيها أولادنا وكمان يكفي إن إحنا عاملينها من إيدينا، مش هنشتريها من برّه تاني ولا من أي مطعم. عندي في زيت غزير أنا نزلت بالفراخ على نار متوسطة، شايفين النار مش سخنة جدًا، النار يا دوب بس يعني سخنة، متوسطة الحرارة، تمام؟ بعد كده هابتدي أسيبها على نار متوسطة وابتدي كل شوية أقلِّب فيها علشان خاطر تستوي من كل النواحي، وعلشان زي ما أنتم عارفين طبعًا إن إحنا مش سالقين الفراخ، فلازم إن إحنا على نار هادية، وكمان نقلِّب فيها كل شوية لغاية ما تستوي تمامًا معانا. ولسه بارجع وأقول يُفضّل إن إحنا لو عملنا التتبيلة من بالليل هتدّيني سِوَى فظيع جدًا. شايفين هنا الcover الخارجي مع اللون فظيع يا جماعة، تحفة، الطعم خطير. والله يا جماعة مش مبالغة، الطعم كمان أحلى من اللي إحنا بنشتريه من برّه، لإن إحنا عاملينه على إيدينا في البيت، وكمان ضامنين الزيت اللي إحنا بنحمّر فيه، وضامنين كل التوابل اللي إحنا حاطينها وعارفين هي إيه الحاجات اللي محطوطة فيها. طبعًا إحنا هنقدّم مع الفراخ دي وصفة الcoleslaw علشان خاطر كمان نكمّل الوصفة عشان يبقى كده إحنا عاملين فراخ كنتاكي كلّها في البيت. طبعًا سلطة الcoleslaw مفيدة جدًا وكمان حلوة جدًا، وبحاجات سهلة جدًا موجودة يعتبر في كل بيت. عندي أول حاجة عندي الخس بتاع الكابوتشا، وعندي جزراية كبيرة، وعندي بصلاية متوسطة. هنبدأ بتقطيع الخس معانا، تمام، أو ممكن تستخدمي كرنب سلطة، أنا هنا استخدمت الكابوتشا، تقدري تستخدمي كرنب سلطة. هنبتدي نقطّع الخس هنا على قطع رفيّعة أو شرايح رفيّعة جدًا. حاولي الشرايح بتاعة السلطة تكون رفيّعة جدًا. على فكرة يا جماعة السلطة بتاعة coleslaw دي بتبقى جميلة جدًا، ولو اشتريناها من المطاعم بتبقى غالية وبيدّونا كمان كمية قليلة، إحنا هنعملها في البيت بكمية كبيرة وكمان هتطلع ألذ وأحلى من بتاعة برّه. بعد ما نخلّص التقطيع ده هنبتدي نبشر الجزر، تمام، اختاري المبشرة بتاعتِك تكون رفيّعة، ممكن تعمليها كمان في محضّرة الطعام، فدي براحتِك، ممكن تعملي كل السلطة في محضّرة الطعام، ولكن أنا فضّلت إن أنا أعملها بالشكل الطبيعي ده، علشان خاطر كمان تطلع طعمها أحلى. هنبشر كده الجزر كويس جدًا، وهنبشر البصل، وبعد كده هنبتدي نحضّر الخليط اللي إحنا هنستخدمه لسلطة الcoleslaw. الخليط بتاع الcoleslaw ده يعني مكوناته سهلة جدًا، ما فيهاش أي افتكاسات. عندي هنا معلقة صغيّرة من السكر البودر، طبعًا الملح حسب الرغبة وفلفل. بعد كده عندي علبة صغيّرة من الزبادي، وعندي آآ يعني حوالي 4 معالق كبار من المايونيز، وبعد كده هابتدي أقلّب كل المكونات اللي أنتم شايفينها دي مع بعض، قلّبي كل المكونات دي كويس جدًا،
ونحط عصرة ليمونة مع معلقة صغيرة من الخل، وقلّبي كل المكونات دي. ممكن لو أنتِ عايزاها صحية أكتر ممكن تحطي خل تفاح، بتبقى صحية وحلوة جدًا لأصحاب الدايت. قلّبي كل المكونات دي كويس وعندِك أحلى سلطة coleslaw سهلة بطريقة اقتصادية مش مكلفة. يمكن التكلفة الوحيدة اللي هي ممكن تكون مكلفة شوية هو المايونيز، وممكن تعملي مايونيز بيتي وتقدري تحطيها فيه. ولو وصلتِ بقى معايا لنهاية الفيديو يبقى أنتِ كده خلاص استفدتِ بكل التكات اللي موجودة في الوصفة. فما تنسيش بقى اللايك والشير والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس علشان يوصلك مني كل جديد. ولو انتوا عايزين تكتبوا لي كومنت حلو يا ريت. الكومنتات السلبية احنا مش عايزينها، انا بس عايزين نسمع الكومنتات الحلوة. لو في اي تعليق على الوصفة تقدروا تكتبوه لي في الكومنتات. سلام عليكم.